السلام عليكم البنات. مرحبا بكم في قناة شهيوات سهيلة مع وصفة جديدة وفيديو جديد. كنتمنى يا ربي تكونوا في صحة جيدة، وهذا الفيديو ديال اليوم يلقاكم بخير وعلى خير. الوصفة ديالتنا ديال اليوم هي كيكة يومية باللبن اللي كتجي رائعة بزاف واقتصادية، وكتجي زوينة شكلا ومذاقا. وكيف ما شفتوا معايا البنات كتجي مفشفشة ولذيذة بزاف، وغير في الخلاط الكهربائي بدون تعب بدون تمارة. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ونخليكم مع الوصفه وفرجه ممتعه. بسم الله البركه الله. نقدم لكم مقادير. اول حاجه كنحتاج 3 البيضات بحراره المطبخ، وعندي 2 شاشيات من الخمارات الحمرين، ووحده يعني فاني بيضه، وكاس مملوء جيدا من اللبن، كاس الا ربع من الزيت، كاس غير مملوء من سكر سنيده، ونحتاج كذلك 1 ملعقه كبيره من الكاكاو المر، والدقيق حسب الخليط اللي كنت مغربلاه من قبل. بسم الله على بركه الله البنات. نبدا معكم الطريقه ديال هاد الكيك ديالنا. اول حاجه جبت هنايا الخلاط الكهربائي، غادي ندير فيه 3 ديال البيضات. الا ما كانش متوفر البنات ممكن ديروا غير الخلاط اليدوي، ومن الاحسن ديروا هكذا في هذا الخلاط ديال العصير باش دغيا تزربوا على الكيكه ديالكم. الا كنتو هكذا زربانين ولا جاوكم ضياف ديال الغفله ولا كنتو ما مسالينش، كديروا هاد الطريقه ديال الخلاط الكهربائي فدغيا يعني كتزربوا على الكيك ديالكم، ما كياخذش لكم بزاف ديال الوقت، وفي نفس الوقت كيجي مفشفش وزوين بزاف. كيف ما شفتوا معايا البنات درت 3 البيضات وضفت لهم كاس من السكر سنيده، وغادي نخلط جميع العناصر حتى يندمج ليا الخليط مع بعضياته. يعني هذاك السنيده تذوب ليا مع البيض. حاولوا انكم تخلطوا مزيان البنات، وقت تقريبا واحد 3 ولا 4 ديال التخليطات باش يندمجوا مع بعضياتهم. انا هنايا راه نقصت لكم من الفيديو باش ما يجيكمش طويل. من بعد البنات ضفت هنايا كأس من اللبن، وكأس غير مملوء من الزيت. الا ما كانش متوفر البنات اللبن ممكن تعوضوه بالحليب اولا تعوضوه بالياغورت، ولكن من الاحسن البنات ديروا اللبن لانه فعلا كيجي زوين بزاف في هذه الكيكه، وكيساعدها باش انها تجي مفشفشه وتجي لذيذه. بالنسبه للبن البنات ممكن ديروا ديال العبار، وممكن كذلك ديروا حتى ديال الحانوت يعني ديال الكرتون. انا هنايا صراحه درت ديال العبار. صافي البنات، كيف ما شفتوا معايا بعد ما خلطت جميع العناصر مزيان غادي نجيب هنايا بول اللي غادي نخلط فيه الكيك ديالنا. ودابا غادي نبدا نضيف النواشف من بعد ما خلطت السوائل مع بعضياتهم، نبدا نضيف النواشف. هنا البنات غادي نضيف الزا اولا فاني، هاد سكر فانيليا. هو من الاحسن كان خاصكم ديروه من الاول، يعني تخلطوه يعني تطربوه مع البيض وسكر سنيده. انا صراحه نسيته حتى خلطت جميع العناصر عاد تفكرته، ولكن ماشي مشكل يعني ضفته في هذا الاثناء. وحاولت نخلط مزيان جميع العناصر حتى يذوب ليا هذاك الفاني، يذوب ليا في جميع المكونات. وهنا غادي نبدا نضيف الخمارات. انا هنايا درت 3 ديال الخمارات، ممكن ديروا غير 2 على حسب الرغبه ديال كل واحد. صافي البنات، كيف ما شفتوا معايا من بعد ما ضفت عفوا الخمارات، غادي نحاول انني نخلط جميع العناصر مزيان غير بالخلاط اليدوي. وهنايا غادي نبدا نضيف الدقيق الابيض. بالنسبه لبنات الدقيق انا كنت مغربلاه من قبل كيف ما قلت لكم في الاول. غادي نبقى نضيف فيه بحال هكا غير بملعقه. وبالنسبه يعني القياس ديالو فعينكم ميزانكم، اولا راه يعني نتوما هي اللي راه كتحكموا في الخليط ديال الكيك ديالكم. انا الصراحه ما عبرتش بالكؤوس، يعني غير درت عيني ميزاني تقريبا واحد 2 كؤوس ونصف ولا 3 كؤوس بحال هكذاك، يعني على حسب الحجم ديال البيض ديالكم. الا كان كبير راه تديروا الدقيق اكثر، الا كان قليل راه يعني صغير راه كديروا دقيق اقل. غنبقى بحال هكذا البنات كنزيد في الدقيق هكذا غير بالملعقه، وانا كنخلط بالخلاط اليدوي حتى كنشوف القوام ديال الكيك واش هو هذاك يعني مناسب ولا باقي غادي نزيدو شويه. غادي ناخذ البنات هنايا واحد الزلافه، ونحاول انني نقص فيها واحد الكميه من الخليط. ها انتم بنات كيف ما كتشوفوا معايا غادي نقطع هنا البنات الفيديو باش ما يجيكمش طويل. من بعد غادي ناخذ الكميه اللي انا محتاجه ليها. كيف ما شفتوا معايا البنات هذه الكميه اللي انا محتاجه ليها. غادي نضيف لها هنايا ملعقه كبيره من الكاكاو المر،
وغادي نخلط مزيان غير بالملعقه حتى يندمج ليا داك الكاكاو مع الخليط ديال الكيك. حاولوا انكم تخلطوا مزيان باش يندمج، يعني ما يبقاش مكور. ها انتم البنات، من بعد ما خلطت يعني الكاكاو مع الكيك كيجي هو هذا القوام ديالو. وغادي نضيف للكيك ديالنا واحد القطرات من الخل عفوا، ونحركو عاوتاني باش يندمج داك الخل مع الكيك. الخل كيف ما كتعرفوا راه كيساعد على الكيك باش يطلع. وهو هذا القوام ديال الكيك ديالنا، ملي كتهزو هكذا بالخلاط اليدوي كيتشكل لكم على شكل 8. يعني صافي راه كيكون هو هذا القوام ديالو، ما كتبقاو تزيدوا لا دقيق ابيض لا والو. وغادي ناخذ هنايا البنات المول اللي غادي ندير فيها الكيك ديالي اولا الكيك اليومي. ممكن تستخدموا هذا المول اللي كيكون هكذا مثقوب من الوسط، ممكن كذلك ديروا مول طويل، ممكن ديروا مول ديال هذاك المول العاجب اللي كيكون مثقوب من الوسط وتعمروه بالكريمه اللي نتوما كتفضلوا، على حسب الرغبه ديال كل واحد. انا فضلت انني ندير هذا المول هكذا. وغادي ندهنو هنايا بواحد الطريف ديال الزبده، نحاول انني ندهنو مزيان من جميع الجوانب ومن الوسط على هذا الشكل. غنغسل ايديا البنات في هذا الاثناء، ومن بعد غادي نرجع باش نقاد الكيك معكم. غادي ندير البنات الطبقه الاولى من الكيك يعني باللون الابيض، ها نتوما كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. واحد شويه ماشي بزاف، تقريبا نص ديال ديك الكميه اللي عندنا. من بعد غادي نضيف البنات هنايا الطبقه ديال الكيك بالشوكولا. كيف ما شفتوا معايا البنات نحاول نغطي يعني جميع دوك البلايص اللي فيهم اللي بيضين هكذا، نحاول نغطيهم بالشوكولا. نكمل ديك الكميه اللي بقات عندي في الزلافه. ممكن البنات تستغلوا يعني تستغناو على هذه الطريقه، يعني هذه القضيه ديال انكم ديروا طبقه بيضاء وطبقه ديال الشوكولاته وطبقه كذلك من الفوق بيضاء. يعني ممكن تستغناو عليها، ممكن ديروا الكيكه كامله غير بيضاء، يعني اللي ما كيحب اللي ما كيبغيش هكذا الشوكولا. ممكن كذلك ديروها كامله بالشوكولاته، يعني على حسب الرغبه ديال كل واحد. انا فضلت ندير بحال هكذا لانها كتجي زوينه في الشكل ديالها. صافي البنات، من بعد غادي نسد هذيك الطبقه ديال الشوكولا، غادي نغطيها مزيان من الفوق بهذه الطبقه ديال الكيك ابيض كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. في هذا الاثناء البنات انا راني ماشي علاش الفران، يعني مخليه بارد. غادي ندخل الكيك ديالنا يطيب في الفران ايتيمات، يعني فران ديال الضوء كهربائي. خليته بارد، راني باقي ما شعلتوش حتى نقاد الكيك ديالي. عاد غادي نشعلو، غادي نشعل شويه من الفوق ومن التحت ونخليه يسخن واحد شوي. من بعد غادي ندخل الكيك ديالنا كيف ما شفتوا معايا، وغادي نطفي الفوق ونخليه غير الاسفل بوحدو هو اللي شاعل حتى تبان ليا الكيكه بلي راه بدات كطلع. عاد غادي نشعل عليها من الفوق ونخليها تحمر ليا شويه من الفوق. وهذا الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا البنات كيف ما كتشوفوا معايا. هو راه باقي ساخن بزاف، يلا حليت عليه الفران. كيجي يعني زوين بزاف ومنفوخ وكيجي رائع وكيجي محمر من الفوق، وفعلا البنات كيستحق التجربه. من بعد ما خليت المول ديالنا برد واحد شويه اولا الكيكه بردات واحد شويه، غادي نحاول انني نحيدها الكيك نحيدو من المول ديالو. راه كيتحيد بكل سهوله، كتحاولوا غير تحركوه هكذا من الجناب صافي، وكتقلبوه في الطبسيل ديال التقديم وتحاولوا هكذا تضربوا من الفوق. وهو هذا الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا البنات، كيجي مفشفش وكيجي رائع بزاف وزوين بزاف، لا في الشكل ديالو ولا في المذاق. وبالنسبه للتزيين فهو كيبقى اختياري، ممكن ديروا ليه شويه العسل والكوك ولا ديروا كونفيتير والكوك. ممكن كذلك ديروا كاوكاو كونكاسي اولا اللوز افيلي، يعني حسب الرغبه ديال كل واحد. انا صراحه عندي الكوك وعندي كاوكاو كونكاسي، ولكن فضلت اني نخليها بحال هكذا طبيعيه، نخليها هكذا سامبل. جا الشكل ديالها زوين بزاف وفضلت اني نخليها سامبل. وهو هذا البنات الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ومع السلامه.